اغسل وشي بالميه ولا اشربها ولا اعمل في نفسي ايه من الخضه اللي انا فيها؟ انا بقيت خايف ابص على مدرجات نادي الزمالك في اي مباراه اكتشف ان الناس اللي واقفه في المدرجات بتشجع نادي الزمالك وقعوا للاهلي وبيضحكوا علينا كل مباراه وبيطلعوا يهتفوا للزمالك وشايلين اعلام الزمالك كل يوم. الناس اللي بتطلع بتشجع، انا خايف اطلع على نفسي بشجع الاهلي، خايف اكون انا نفسي ضحك على نفسي وبشجع الاهلي من زمان، خايف اعضاء نادي الزمالك يكونوا واخدين الكارنيه بتاع نادي الزمالك تمويه، مديوا لهم تمويه وهم يبقوا عضو اعضاء النادي الاهلي ويبقوا مشجعين للنادي الاهلي. هو ده اللي بيحصل لنا، هو ده اللي بيحصل لنا. لما نصحى على الصبح نلاقي المنظر، وريهم يا ريمو المنظر. وريهم المنظر لما نصحى الصبح نلاقي المنظر ده شايفين؟ دي تأشيرة أحمد السيد زيزو لأمريكا. مش حد هيقول لي ما يروح أمريكا يتفسح، أقول لك يتفسح إيه؟ يتفسح إيه؟ بلاش تريقة علينا بقى، إحنا اللي فينا مكفينا. رايح أمريكا في شهر 6، رايح يصيف؟ أكيد لأ، رايح كأس العالم للأندية. تاني يا جماعة عشان اللي بيكدبنا توصلوا له وتخلوها تلف الدنيا كلها. اهي تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية علشان يروح كأس العالم للأندية. وقبل كده الكابتن حسام قال وجيت قلت وكدبتونا وقال في 3 مش هيجوا المنتخب لأن هم هيلعبوا في كأس العالم للأندية: حمدي فتحي، تريزيجيه، أحمد السيد زيزو. ساعتها قعدت واسال الكابتن لبيب وحد يرد علينا، ما حدش رد علينا. طلع لنا بس الكابتن ميزو وقال لك عندي الشيكات المفضوحه. طب فين الشيكات المفضوحه؟ هو يا جماعه انتوا عارفين جمهور الزمالك ممكن يجرى له ايه لو لقينا التيك تاك شغال والسرينه شغاله على زيزو؟ يا ترى هيجرى لنا ايه؟ انا عايز اسال سؤال واحد. هو النهارده اللي زيزو رزعنا بيان طويل عريض. على فكره انت لو قريت البيان ده، لو قريته عندك كده عقل وقريته شويه بالتفصيل هتتاكد ان زيزو من البيان ده مضى للنادي الاهلي. زيزو من البيان ده مضى للنادي الاهلي. النهارده تاشيره كاس عالم انديه دي بتقول لك حاجه واحده. بعد ما امبارح الكابتن ميزو طلع يقول لك انا معايا شيكات مفتوحه واقدر اشتري اي لاعب، مش كده وبس، قال لك وحياة ولادي انا في لعيبه من النادي الاهلي عايزين يجوا الزمالك، انا في لعيبه في النادي الاهلي عايزين يمضوا للزمالك. فانا طلعت وقلت العبد الفقير لله، طلعت وقلت يجي الزمالك عشان يعمل ايه؟ يجي الزمالك علشان النهارده يسيب لعب كاس العالم للانديه ويسيب الكونفدراليه اللي بقى فيها ضيف دائم ويسيب كاس الرابطه اللي بينافس عليه وبيعتبرها كاس العالم ويجي يلعب طبعا كاس عالم انديه للنادي الاهلي. زيزو النهارده ما تنهاش. زيزو النهارده راح يعمل تاشيره عشان يقول لك ان انت كزملكاوي انا يابا رايح عشان العب بطولات كبيره، عشان العب كاس عالم انديه، عشان اعمل تاريخ. هو ده اللي بيعمله زيزو، زي بن شرقي قبله، زي امام عاشور قبله، زي غيره. النهارده امام عاشور خد كام افريقيا؟ من ساعه ما راح النادي الاهلي النهارده امام عاشور خد كام افريقيا؟ النهارده امام عاشور لو كان استنى في نادي الزمالك كان شمها، كان شم دوري ابطال افريقيا، كان قاعد على دكه بيتلعب فيها دوري ابطال افريقيا. كنا زمان بنقول شم دوري ابطال افريقيا، خد دوري ابطال افريقيا. دلوقتي بقيت اقول لك ان امام عاشور بيتمنى ولاعيبه الزمالك اللي موجوده في الزمالك ما بتتمناش انها بتاخد دوري ابطال افريقيا، لا، لان شيكابالا خلاص هيعتذر وهو ما خدش دوري ابطال افريقيا، ما خدوش. النهارده اللعيبه بتتمنى انها تقعد تلعب ومش تاخد. انا النهارده
مش بلوم على زيزو خالص، انا مش ممكن الوم على حد لعيب عايز الشهره وعايز التاريخ وعايز يلعب في كاس العالم للانديه وعايز يثبت وجوده وعايز ياخد بطولات وعايز ياخد دوري ابطال افريقيا اللي عمره ما خده من ساعه ما لعب في الزمالك، او من ساعه ما اتولد، مش من ساعه ما لعب في الزمالك. من ساعه ما لعب في الزمالك ايه ده؟ احنا بقالنا ربع قرن يا راجل، ده تقول لا يا راجل. بس انا هلوم على مين؟ هلوم على مجلس الاداره اللي كان قدامه، كان لسه في عقده مدة وكان يقدر يبيعه ب5-6 مليون وياخد فلوس ويجيب صفقات تانية، لكن ما عملش كده. ما عملش كده ليه؟ ومشي ورا الجمهور اللي مضيعنا، الجمهور العاطفي اللي ماشي بقلبه ولاغي عقله، اللي عمال يكدبنا ليل نهار ومش سامع في كلامنا لحد ما صوتنا اتنبح ومفيش حد سمعنا والنهارده اضحكوا وافرحوا وقول ايه ده؟ ايه متزاملك؟ لا ما حصلش، لا ما لحد ما يحصل ويقول لك لا ما حصل. ده بن شرقي راح وقال لك لا مش هيروح، ده امام عاشور راح وقال لك مش هيروح. الكل عندك زملكاوي والكل عندك قلبه ابيض والكل عندك دمه ابيض والكل عندك ما فيش حد خالص ممكن يروح الاهلي وكله راح الاهلي، كله راح الاهلي. النهارده بيتكلم على حسام عبد المجيد وبيتكلم على مين وبيتكلم على مين، بيتكلم على الفريق كله. انا خايف لك كابتن حسين لبيب يكون ماضي، بس انا هقول لك حاجه، لا انا مش خايف قوي لان هم بيمضوا الناس اللي نافعين. معلش ما هو لما انت لعيب عندك زي قوام الفريق زي بتقول عليه اسطوره وبقالك عنده 10 سنين وانتش عارف، بقالك شهور وعمال تتحايل عليه ولسانك دلدل، لا انت تبيعه اهو روح النادي الاهلي مجانا. انا لو هلوم النهارده هلوم على الكابتن ميزو واعوانه ولا عمالين يسقفوا اقول لك هو اللي زملكاوي وانت اللي انا اللي متزاملك ازاي؟ طب هو فين شيكاته المفتوحه دي؟ ليه ما دفعش؟ ليه ما قعدش زيزو؟ ليه ما قعدش غيره؟ ليه زمايله ما بيقبضوش؟ ده زيزو قال لك انا قبضوا زمايلي الاول وبعدين تعالوا كلموني، ادوني فلوسي القديمه الاول وبعدين تعالوا كلموني. هو غلطان ان هو عايز النهارده اي حد بيتكلم عن قدامي على الشاشه دلوقتي لو قعد كام شهر يقدر يستحمل كام شهر في شغله ما بيقبضش مرتب. هل في حاجه اسمها كده؟ وانا اقول انا عايز اجيب لعيبه من الاهلي ولاعيبه من الاهلي يقولوا يبقى مريض ايه؟ طب هقول لك فلوس مثلا مفيش فلوس، بطولات مفيش بطولات، التزام مفيش التزام. هيروح عشان ايه يا جماعه؟ حد يقول لي سبب واحد ممكن لعيب يكون يسيب الاهلي ويجي في الزمالك غير ان هو بيحب الاهلي او بيحب الزمالك؟ خلينا منطقيين، شغل العاطفه ده ما وصلناش لاي حاجه غير الفشل. من فشل لفشل وهنفضل كده طول ما انا مش معترف بالمرض، طول ما انا عمال اكدب الناس وعمالين نتصارع ما بيننا وما بين بعضنا ومحدش عارف فين المصلحه. النهارده كانت مصلحه نادي الزمالك ان انت تبيع زيزو وتستفيد بالفلوس بتاعته وتجيب لك صفقتين 3 4، انما زيزو يلعب في الفريق وبقيه الفريق مش موجود. النهارده هيروح النادي الاهلي او راح النادي الاهلي ببلاش النهارده. لاعب بحجم زيزو لو انا يا سيدي هقول لك انه مش احسن لاعب في الدوري المصري، هقول لك تاني احسن لاعب، تالت احسن لاعب في الدوري المصري. النهارده النادي الاهلي وانت سايبه مش عارف تتفاوض معاه وهو ممكن يروح بره عشان جاي له مبالغ اضعاف. النهارده النادي الاهلي عارف يتفاوض معاه، النهارده النادي الاهلي عارف يجيب اللاعب. انت النهارده مشكلتك مش مع النادي الاهلي، انت النهارده مشكلتك مع ادارتك. النهارده مشكلتك اللاعب بيقول في الرساله اللي طلعها بيقول لك اتمنى من مجلس اداره نادي الزمالك ان هو يقعد يتفاوض معايا في غرف مغلقه بدون ما يعرف الجمهور. قصده زيزو بكل وضوح بدون ما نادي الزمالك يسلمه للجمهور، وده اللي عمله نادي الزمالك في اكتر من مره. تعاقدات غير منضبطه، تعاقدات ملهاش علاقه باحترام التعاقدات، وده كلام ما ينفعش في اي نادي النهارده بيسمي نفسه نادي كبير. زيزو خلينا معترفين، سواء زيزو او امام عاشور او اشرف بن شرقي او كهربا او غيرهم على مر العصور كانوا بيلاقوا في النادي الاهلي النهارده تعاقدات منضبطه. يعني اللي بيقول لك بيطلع من لسانه ويقول لك انت هتاخد مليون بيديك 2، واللي بيقول لك انك هتاخد 2 بيديك 3. النهارده اللي بيقول لك مكافاه الفوز هتبقى كذا بيديها لك. النهارده لما بيقول لك نسبه المشاركه في المباريات هتاخد عليها كذا بيديها لك. النهارده لما بيقول لك انت هتعمل اعلان
او 2 وبيكتب في عقده ده بيديهولك. النهارده لما بيكون لك مستحقات متاخره، ومش هنرغي تاني في قصه حسين السيد اللي راحت له مستحقاته لحد طلائع الجيش، واللي حكى الكلام ده الكابتن الزملكاوي طارق يحيى، واللي طلع يقول لك النهارده ان حسين السيد كان له مستحقات عند النادي الاهلي وهو كان بيدرب طلائع الجيش. فبيقول لك وحسين السيد قاعد معاه في نادي طلائع الجيش، جاء راجل من حد من مسؤولي ومجلس اداره النادي الاهلي جايب معاه شنطه وبيقول لحسين السيد خد الفلوس بتاعتك اللي كانت متاخره ليك في النادي الاهلي، مع ان اللاعب ما طلبهاش. لكن بنشوف في نادي الزمالك لعيبه بتروح تعمل قواضي عشان تاخد حقوقها في حادثه ما شفناهاش في النادي الاهلي. هو ده اللي بيخلي اي حد يروح الاهلي، واللي بيخلي زيزو عايز يلعب بطولات، عايز يامن نفسه. النهارده بدل ما هيروح يلعب في اي نادي في اوروبا، وده صعب ان حد يطلبه خاصه لما يكون في سنه ده، لما يلعب للنادي الاهلي الكبير ويحقق بطولات ويروح كاس عالم انديه يلعب مباراه افتتاحيه بيلعب فيها ليونيل ميسي، اللي هي شرف لاي لاعب مصري انه يعمل دون. النهارده زيزو بيدور على ده. في الاخر بنكتشف الصدمه وبنعيط عليها، لكن احنا سببها مجلس اداره نادي الزمالك. واوعى حد يضحك عليكم، مجلس اداره النادي الاهلي هو اللي خلى النادي الاهلي فوق، لكن مجلس اداره نادي الزمالك هو اللي بيخلينا النهارده في صدمه واحنا بنتفرج على اللاعب اللي عندنا الوحيد اللي بيأدي هو الملعب، وهو بعامل التأشيرة بتاعته عشان يروح يلعب كاس عالم انديه في امريكا. المشكله مش في كده كمان، المشكله ان هو يعني هو هياخد كلام من مين اللاعب؟ يعني وعود وتكون بتتنفذ من حد معين زي اداره نادي الاهلي، ده مش موجود. احنا كزملكاويه مش عارفين مين اللي بيدير نادي الزمالك، هي دي المشكله. هو كابتن حسين لبيب اللي بيدير نادي الزمالك، ولا كابتن ميزو اللي بيدير نادي الزمالك، ولا كابتن، ولا الاستاذ ممدوح عباس، ولا الاستاذ ايمن ممدوح عباس، ولا مين بيدير الزمالك؟ فيه اللي بيدفع، وفيه اللي بيقدم، وفيه اللي هو الاداره اللي موجوده، وفيه الاداره السوريه، وفيه اللي كلمته مسموعه، وفيه اللي كلمته مش مسموعه. ما احناش عارفين حاجه. وبالظبط ممكن يكون اللاعب نفس الكلام، في رجال اعمال، الرجال الاعمال الفلاني ده اللي هيدفع العقد زي ما قلنا الاستاذ ممدوح عباس او نجله، هم اللي بيدفعوا مثلا العقود، وهم اللي بيدفعوا. هم يبقى كلمتهم، ولا كلمه الكابتن حسين، ولا كلمه حازم امام، ولا كلمه مين اللي كلمته مسموعه؟ واللاعب هيقبض من مين ويعرف متاخراته هياخدها ازاي ومنين؟ ولما اللاعب يتفرج ويلاقي في السوشيال ميديا وفي كل الدنيا اللي بيبيع حلق عشان يجدد، واللي بيبيع كليته عشان يجدد، واللي بيبيع جحشه عشان يجدد، يعني دي مظاهر للاعب ممكن يكون في مكان حاسس ان مستقبله فيه متامن وان هو هياخد حقه. هل ده كلام؟ يعني سيبك من البطولات، حتى ماديات مش موجود. طب يقعد علشان ايه وهو ليل نهار عمال يسمع الديون وايقاف القيد، والاستاد القاهره مضايقنا، والاتحاد الكوره مضايقنا، والفيفا مضايقانا، ولسه امبارح واول امبارح علينا بالفيفا غرامات 2 مليون و600 الف. بقول لك يورو اضرب في كام؟ 2 مليون و600 الف غرامات لباتشيكو وغرامات لابراهيم الإيداي، ولسه اللي جاي، ولسه القواضي، ولسه اللي رايح، ولسه اللي شغال، والدنيا كلها واقعه. وفي الاخر يقول لك انا هجيب لعيبه من النادي الاهلي. انت عارف تحافظ على لعيبه النادي بتاعك علشان تجيب لعيبه من النادي الاهلي، وتيجي مع الاستاذه لميس في التلفزيون وتقول لها ما تكبريش هاش في دماغي يا مدام لميس، انا ممكن اخد لعيب. يا ناس ارحمونا تعبنا. هو احنا مش هنبطل اكاذيب؟ هو احنا ما ينفعش نعيش بحقائق ولو ثانيه؟ بس هقول لك عندكم حق، هتعيش بالحقيقه ولو ثانيه ازاي؟ الحقيقه مره جدا، الحقيقه مره علقم. علشان كده احنا دايما بنتهاجم لاننا جايين نعرضها، بس احنا جايين نعرضها علشان نتواجه بيها، علشان نتكلم مع بعضنا بيها، علشان نعترف بيها. ما هو لما نعترف بيها نقعد ونتفاوض كده، نعترف بيها ونقعد نعرف احنا ايه اللي ممكن ونعالجه ازاي وليه. وما فيهاش مشكله لما انا اتفرج على النادي الاهلي واتعلم منه، ايه المشكله؟ ولا هو بس احنا فالحين نقول يجوا يعملوا معايشه عندنا علشان خد لنا دوري ولا 2، ولما كان النادي الاهلي مش في مستواه، وحاجات كتيره مش عايزين نتكلم عنها لانه مش وقتنا. ولكن هو ده اللي بيحصل. احنا ناكرين للحقيقه، كارهين للاهلي، وطول ما احنا كده عمرنا ما هنتقدم خطوه. للأسف النهاردة بنصحى على صدمة جديدة. صحينا على صدمة أشرف بن شرقي، صحينا على صدمة إمام عاشور، لسه على فكرة صدمة التوقيع الرسمي، صدمة التيك تاك اللي أنا متأكد منها
1,000,000%. مش عشان بس متاكد قعدونا على جهاز التنفس النهارده صرفوا لكل زمان طبعا جهاز التنفس طبعا النهارده اصطناعي. مش بس بعد إذنكم. علشان تاشيره زيزو، لا، النهارده علشان انا واثق في طريقه تعامل مجلس اداره نادي الزمالك لحد النهايه مع زيزو هيكون ايه، زي ما بداها زي ما هينهيها، وزيزو في الاهلي بنسبه 1,000,000%. مش بس علشان النادي الاهلي هو نادي بطولات والاكثر بطولاتا في القاره الافريقيه، والنادي اللي كل اللعيبه بتروح عشان ضامنه مستحقاتها، ده علشان مجلس اداره نادي الزمالك بيخفق في كل الملفات وفي كل البطولات، حتى العاب الصالات اللي بقينا من اخفاق لاخفاق فيها لحد ما بقينا ملوك الصاجات. اتمنى كفايه صدمات على جمهور الزمالك، واتمنى من كل حبايب ريمو وسيمو اللي بيتفرجوا عليا في القناه الاشتراك على القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من ريمو وسيمو، واللايك الجميل دعما منك لريمو وسيمو، وهنفضل بحبكم لينا بالرغم من كل الصدمات والكوارث دي. ريمو وسيمو هم البريمو.